من خلال إطلالتك الأخيرة في برنامج الإعلامي نيشان، كان في إلك مداخلات جميلة جدا، وإجت انطباعات لا يمكن أن تتخيلي ردود الفعل المؤيدة لكلامك في سوريا من خلال رسائل وصلتنا. فشو ممكن تقولي لكل هالمحبة يلي انهالت علينا بشام اف ام لنوصل لك إياها من تأييد لكلامك؟ أنا بشكركم جدا، وبالتأكيد المحبة متبادلة. وأنا والله يعني ربنا يعلم أنا قد إيه قلبي موجوع بجد على اللي بيحصل في سوريا. وأنا عندي أصدقاء كتير في سوريا، عشت وقت كتير معاهم وقضينا وقت جميل، وكنا دايما في مهرجانات ثقافية وسينمائية وعمري ما تخيلت ان ممكن نوصل للمرحلة دي، وان في ناس بتحاول تغيب عقول الشباب وتفهمهم اشياء كلها مغلوطة، وان تبقى في متاجرة باسم الدين الاسلامي منها بريء 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 تماما. وانا حتى قبل مقابلتي مع نيشان في انا والعسل يمكن من اسبوعين كان في الميركس دور، المهرجان الفني، وكانوا عاملين تكريم لمصر، الفن المصري. ولما طلعت على المسرح عشان اخد التكريم، قلت انا عايزة اهدي التكريم ده للجيش المصري وللجيش السوري وللجيش اللبناني، ان دي الجيوش اللي بتحميها حقيقة، واللي من غيرها الشعوب بتضيع، وعايزينهم يتحملوا الصعاب ويقفوا جنبنا جنب الشعوب، لان احنا معاهم بالتأكيد. ولما بيقدرش يقول كده هو بس خايف، هو ده اللي جواه، بس هو خايف مش عارف يعبر عن رأيه، لان الامور اتلخبطت قدامنا. يعني انا قلتها مع نيشان انه انا سمعت على قناة العربية ان في 35 جنسية مختلفة بيحاربوا جوه سوريا. هل معقول كل هذه الجنسيات مجتمعة لإسقاط رئيس؟ وإيه مصلحتهم؟ وإيه دخلهم بشأن داخلي؟ يعني لازم نعرف إن دي مؤامرة كبيرة مش على سوريا بس، على المنطقة العربية كلها. والمؤامرة دي بدأت من مدة كبيرة، لأنه كان دايما يقال إن في بالمنطقة العربية 3 جيوش هم أقوى الجيوش في المنطقة العربية. بدأوا بالجيش العراقي وحاولوا أنه يقضوا عليه من مدة كبيرة، وبعدين دخلوا على الجيش السوري والجيش المصري، لأن دول هم ال3 جيوش المدربين مظبوط والأقوية. فعايزين ما يكون لناش سند ولا ظهر، عايزين ينهوا المنطقة العربية، ومش ممكن هنرضخ للإرهاب. مفيش دين في الدنيا بيقول لأي إنسان اقتل أيا كان السبب. ولو انت في حالة حرب تبقى في حالة حرب مع عدوك مثلا اللي جاي يحتل بلدك، لكن مش مع ابن بلدك ابدا. يعني مع ابن بلدك، وممكن يكون ابن دينك من نفس الدين، وحتى لو من دين اخر. ان احنا لازم نؤمن بكل الاديان السماوية، وإلا ما نكونش مؤمنين. ان ربنا سبحانه وتعالى قال المؤمن من امن بالله وكتبه ورسله، يعني قالها جمع، ما قالش وكتابه ورسوله. يعني لازم نحترم ونؤمن بكل الأديان السماوية وبكل الرسل. يعني طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى. ولازم نؤمن بالقرآن والإنجيل والتوراة، وإلا ما تكونش مؤمن. وده مش كلامي، ده كلام القرآن اللي نفسي يعني يبقى فيه ناس عندهم ضمير وبيعرفوا ربنا بجد ويفسروه صح. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، فإذا لم نسلم من أيديكم إزاي بتقولوا على نفسكم مسلمين؟ وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أنتوا لا مؤمنين بالقرآن ولا مؤمنين بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طب أنتوا ده أي نوع من الإسلام؟ ده شيء أبعد ما يكون عن الإسلام اللي بيحصل ده. مفيش لا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية، مفيش أي دين خلقه ربنا على الأرض بيقول لإنسان اقتل أبدا. انت بتقتل في حالة واحدة، لما بتكون في حالة حرب لعدو خارجي جاي يحتل بلدك فبتدافع عن بلدك. لكن لما تقتل ابن بلدك انت مش مسلم، وما تستحقش انك تنتمي الى جنسية هذا البلد، ان يكون عندك الجنسية من هذا البلد.
إذا بتقتل أهل بلدك. مؤسسات الدولة دي خط أحمر، يعني في أي دولة لازم تحترم القضاء والجيش والشرطة، لأن دول المؤسسات اللي هي بتمثل الدولة. وانت حتى لو انت ضد رئيس، لكن انت مش ضد دولتك، يعني لازم يكون عندك انتماء لبلدك. فازاي بتقف قدام جيش بلدك اللي هو الحماية ليك، السند والظهر ليك؟ يعني انا كنت باجي سوريا كتير، وكنت شايفة الشعب السوري شعب كان سعيد، عنده مشاكل زي ما في مشاكل في مصر، زي ما في مشاكل في لبنان، زي ما في مشاكل في الأردن، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في كل بلد عربي في ناس، في فقر، في بطالة، في ظروف يعني مطلوب ان احنا نغيرها للأحسن. كلنا بنطمح ان بلادنا تبقى أحسن، وان حياتنا تبقى أحسن، لكن مش بالعنف ومش بالقتل ومش بالدم. وممكن نطلب من الرئيس انه يغير سياساته، انه يهتم بامور احنا طالبينها منه. ممكن نطلب ده من غير العنف ومن غير الدم ومن غير القتل ومن غير ما اخرب بلدي. انا ازاي بطالب بالتغيير من اجل ان بلدي تبقى احسن؟ ده المفروض، ده المفروض، ده كلام الانشا اللي بيقال، انه انت عايز بلدك تبقى احسن، انت عايز بلدك تبقى بلد ديمقراطية، انت ليك مطالب عشان اصلاح هذه البلد. بتصلح البلد لانك كل يوم بتخرب في البلد وبتقتل اهلها؟ مفيش اي منطق يقول كده، مفيش اي عقل يقول كده، مفيش اي قلب يقول كده. يعني ربنا خلقنا، احنا مش قطيع نمشي ورا اي حد يغيب عقولنا ويقول لنا افكار خطأ ونمشي وراه. ربنا خلقنا عندنا عقل وعندنا قلب. عندنا عقل يميز بين الصح والغلط والحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، مش محتاجين حد يقول لنا الحلال والحرام ويقول لنا كلام غلط في الدين. وربنا خلق لنا قلب يحس بالإنسان الآخر، يحس إن قد كده القتل جرم كبير، يعني ده ربنا هيعاقبهم عقاب، يعني عقاب كبير كبير قوي. يعني قول رأيك بس ما تقولوش باسم الدين. إذا رأيك غلط وإنت عارف إنه غلط عشان تأثر على عقول الناس، ما تقولوش أبدا باسم الدين. الدين منكم بريء. اللي القتلة بقول لهم الدين منكم بريء. شام اف ام. شو بتقولي للي عم يدفعوا دمهم وقلبهم الجنود السوريين بهالمرحلة مشان مزيد من الصمود؟ يعني بحترمهم جدا ان دول يعني الجيش السوري انه بيدافع عن بلده وعن ارضه وعن الشعب، يعني ربنا يكون معاه. انا بقول لهم ربنا معاكم، وانتوا يعني جنود الله في الارض، وده انتوا بتدافعوا عن مبدأ وعن ارضكم وعن شعبكم. اي حد منكم بيروح ده شهيد، يعني هو مش بيروح، هو بيبقى مش معانا في دنيتنا، لكن هو شهيد عند ربنا. يعني ده الشهيد الحقيقي، وغير كده مش شهيد. اللي في المقابل اللي قصادكم بيخربوا في البلد دول ربنا هيجازيهم. واللي من جنسيات اخرى اللي ليس له شأن بالمسألة وانه ده شأن داخلي وجايين عشان يحاربوا الجيش السوري، دول بقى كارثة. دول ناس لا انت جاي تدافع لا عن مبدأ ولا عن دين ولا عن أرضك ولا عن بلدك ولا حاجة أبدا. انت جاي مرتزقة عشان تخرب حياة ناس وعشان تقتل. عقابه كبير قوي عند ربنا. أما الشعب الصامد والجيش الصامد أنا بحييهم من كل قلبي وبقول لهم قلبي عندكم، وأنا بتكلم باسم الملايين. أنا ده مش رأيي لوحدي، ده رأي ملايين مش عارفين يوصلوا لكم صوتهم. لكن بجد قلوبنا معاكم وبنقول لكم ربنا معاكم وربنا يحميكم. وبندعي، احنا في شهر كريم، شهر فيه خير وفيه تسامح. بدعي يا رب ترجع سوريا بلد الأمان وبلد السلام وبلد الخير وبلد الحب. خلينا نفكر، احنا في شهر كريم، نفكر ان احنا نتسامح ونوقف سيل الدم. ده احنا في أشهر حرم، نعرف دين ربنا الحقيقي، نعرف دين ربنا بجد. يطلع علينا ناس عاقلين وعندهم دين وبيعرفوا ربنا بجد، يوقفوا نزيف الدم الفظيع اللي بقى موجود. يعني اتقوا الله في الشعب السوري،
اتقوا الله في هذه البلد الجميلة اللي انتوا عايزين تقضوا عليها شوية شوية. واللي انتوا بتعملوه ده مش ممكن يبقى فيه اي مبدأ ولا اي خير لأي حد ولا حتى ليكوا. انا مش عارفة بيعملوا كده ليه. هل دي عقول مغيبة؟ يعني فين عقولهم؟ فين قلوبهم اللي بتحس؟ شام اف ام. يمكن اكتر شيء خلانا نزلنا يوم 30 يونيو الخطاب السيء اللي قاله محمد مرسي، وقال احنا نعمل مقاطعة مع سوريا. احنا قطعناه هو، احنا نقطعه هو، لكن مش ممكن يحصل بين مصر وسوريا مقاطعة. احنا شعب واحد وطول عمرنا، يعني البلد الوحيد اللي كان فيه الوحدة بين مصر وسوريا. احنا شعب واحد لا ينفصل عن بعضه طول عمرنا ما فيش حد لا السوري بياخد فيزا لمصر ولا المصري بياخد فيزا لسوريا. معناها انه احنا بلد واحد، احنا شيء واحد. ابدا مش هنسمح حد يفرقنا ابدا. وهم على فكرة هم لما بيفرقونا عشان يضعفونا، لانه عارفين ان اتحادنا مع بعض ده قوة كبيرة. يعني الجيش المصري والجيش السوري حاليا هم اقوى جيوش في المنطقة العربية. فهم لما يضعفونا ويفرقونا ده لانهم خايفين من اتحادنا مع بعض. بس احنا برضو كشعوب لازم نبقى واعيين لده كويس قوي، وما نخليش حد يغيب عقولنا، ولا لان احنا فهمنا خلاص الناس دي ليه بتقول لنا كل هذه الاشياء المغلوطة. ليهم مصلحة هم يدوسوا على اي شعب عشان يحققوا مصالحهم.